بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين، ويا هلا وكل الهلا ومليون هلا، يا رب إن شاء الله بخير وعافية وصحة وسلامة. قولوا آمين. هنا بنات كان قبل الامتحان العربي بيوم، يعني يوم الاثنين بالليل، دا أصور بنتي، هي ما تدري، دا أصورها شلون جاي تدرس عربي، فمصفطة هاي الألعاب مالتها، مصفطتها قدامها وهي قاعدة على الطبلية مالتها ودت تقرأ وتقريهم، خاصة هذا بصلعة. لا اللي يقهر مسمياته أمير، أقرع مسمياته أمير. مصفطتهن 4، طبعا اللي قدام 2 واللي ورا 2، وتدرس وتدرسهم. فصورته بسكوت، والله لو تدري بيها مصورته تظل تقمز. فهنا بنات سويت غدا. ثاني يوم طبعا أنا رحت الامتحان، رحت وياها، طبعا شاركت، يعني لازم روحي ما تنطيني، لازم أروح وياها. هنا بنات من رجعت سويت تمن ماش. يابا ما سولفتش على تمن ماش. أول ما بلشت أنا غسلته غسلة معدلة، لأنه هواية ترابي بنات، هواية ترابي، فغسلته غسل قوي وما فات. نقعته تقريبا بحدود النص ساعة، ما فات بيه الغسيل بالمصفي، وبديت أغسله. حطيت له كمية من مي وخليته يستوي. الماشة لا هي قوية يكون ولا هي كلش مبرودة، بس أنا حبوا إنه يكون شوية لين التمن والماش، هم طلبوا من عندي يصير لين. تمن ماش تمن عدس يحبونه لين. تمام، خليته على ما فار، شلت هاي الرغوة مالته استوى عدل. أني بين ما حطيته على النار وشفته استوى دا يريد يفور، ايش سويت بنات؟ غسلت التمن ونقعته، يعني تقريبا أقل من ربع ساعة التمن ناقع. خليته فوق التمن. تمام. حسته يعني حركته وخليت كمية من المي، خليت ماجي. قبل لا كل شيء أقول كان من خليت أنا كمية من ماجي، شوف شلون خليته بنات، فالنكهة تجنن. اكو فالشغلتين سويته، خليت التمن ماش ما اسولف كان ريحة والطعم صدقا بالله اذا اقول كان تغدوا بيه. انا سويت يعني كمية مو قليلة، ما شاء الله خير من الله. تغدوا بيه وعصرية أكلوا، وعشا ما قبلوا يتعشون قالوا إذا زايد نطينه، وفعلا كان أكو بيه يعني الجدرية، حميتهم إياه وطيتهم إياه. فتعجبوا وقالوا ماما في الطعم هاي بنتي تاكل وتقول ماما ما أعرف شلون أوصف لك الطعم مالته. هنا بنات نسيت أقول كان القياس الماش، يعني أي قياس، مثل قلاصين تمن قلاصين ماش، قلاص ونص تمن قلاص ونص ماش، هالشكل نفس القياس يكون حتى يطلع أطعم. هنا شغلة قلت لكن شغلتين مهمات استخدمتهن وانطلت طعم فد رهيب للماش، اللي هو أولا إنه ما استخدمت إنه زيت، استخدمت سمنة أو نقول إحنا دهن مال تنك، خاصة إذا الدار أو جنة، فد يعني عطر بيه وطعم كلش طيب. فاستخدمته، خليته على النار بين ما شلون نقول إحنا نفرقعه، وبعدين رشيته. وهنا ما استخدمت بصل، إحنا بطبيعتنا من نستخدم، يعني أي واحد من يستخدم تمن ماش يستخدمه إنه البصل يفرقعه ويا الزيت أو الدهن. تمام، يخلون البصل وياه. أني قايلت لكم ربعي لا يحبون الثوم لا يحبون البصل، شلون غدرتهم بهاي الطريقة، إنه فرقعت بس الدهن ورشيته فوق التمن ماش، وجبت هذا البصل المكرمل اللي من العطار، ريحته تجنن بنات، ومو بس ريحة وطعم. فرشيته وحركته ويا التمن. يعني حتى من أكلوا البصل استطعموه قالوا كلش طيب. كل مرة خلينا من هذا البصل، لا تخليه من بصلنا. قالت لكم أنا لا يحبون البصل هالقد ولا يحبون، يعني مو كل الأكلات يحبون بيها بصل ولا كل الأكلات يحبون بيها ثوم. وإذا شايفين الثوم أخليه بعد ليته بقشره، ما أفرطه ولا أنظفه ولا شيء، على مود شنو بسهولة أطلعه وأذبه قبل لا أصب لهم. هذا غدانا، وسهمنا وسهمكم ألف عافية. جربوا التمن ماش بهالطريقة،
ما راح تخسرن بنات، ما راح تخسرن. وصدقًا وقولًا أم حسين قالت جربنه وعلى الطعم ما ينوصف، ما ينوصف. يا رب يسهمكم العافية، تمنيتكم يمي وتذوقونه وتصدقون بكلامي. وأغلب المرات يعني أتذكر أيامنا قبل من كنا جهال، أمي من تسوي تمن ماش تستخدم وياه الدبس. هنا براحتكم دبس أو روبة، أنا استخدمت روبة أو خاطر شو يسمونها، استخدمت وياه. هنا بنات اجت الحصة، طبعا الكمية مالتنا أو الحصة اجت زيت صار لها شهرين ماكو، زيت الحصة ماكو بنات شهرين، مجرد إنه أعطونا قواطم عجان. كنا فرين، هذا يعني نعرفه احنا، كنا فرين قوطية ذا كبيرة، وطونا تمن وطونا شكر. هاي الحصة الطبيعية، الحصة العادية اللي استلمناها. هنا أنا مالت الرعاية الاجتماعية، طحين صفر، زيت طبعا 5، حليب، عدس وشاي وحمص مجروش وفاصوليا. بنات يعني الشهرين الزيت ماكو، شهرين الزيت ماكو. وقالوا عود على أساس من يجي نقول لكم ونشوف. الله كريم، ذاك الشهر قالوا ماكو تغلس، وهذا الشهر الله أعلم. هنا قلت لكم دا أنظف المطبخ البارد ودا نسوي بيه تغييرات ونصبغه. احنا فعلا صبغناه بس بعد هواي نواقص بيه، وقلت ما أصوره إلا لحد ما أكمل النواقص كلها وركب البردة مالته. محتاجة أسوي رفوف أوديهن للنجار يسوي لي رفوف، وأخليهن بالمطبخ وأكمل كامل مكمل يلا أصوره النهائي. تمام. هنا محاولة طباخ أني كنت بالمطبخ البارد مو المطبخ الحار. وإن شاء الله إن شاء الله إذا خلصنا المطبخ الحار وكملنا ورا فترة هم نلمنا كم فلس ونغير المطبخ البارد، لأن هواي هم محتاج صبغ ومحتاج أرضية. حيل تعبانة أرضيته، والصبغ يعني قديم بنات، صار لنا هوايش كم سنة بسنة، يعني الصبغ مالته هم محتاج نغيره. فايش سويت أنا؟ استغليت الوضع واستغليت الفرصة، لأن مطبخ البارد كبير وبراحتي من أنظف الطباخ بدون تقيد، بدون يعني حتى منا ومنا أقدر أحرك إيدي. المطبخ الحار لا، إذا شفتن بنات خلى علاقة على الكاونتر وخلى السيليفون، يعني بحيث إيدي ما أقدر أفوتها. فالعلاقة أقدر كل ما تصير بيها دهن، هي مو علاقة، أكياس مال نفايات أكرمكم الله، أو أي أكياس سفرة حابين يعني مرات أبدل بينات سفرة أو الأكياس شنو جوا إيدي أستخدمه. يتوسخ يصير كله دهن أشيله، أشمره وأخلي وحدة غيره، لأن هاي لا الجرارة ولا الباب ينفتحن، طابقات كلش ويا الطباخ، كلش مطبوقات ويا الطباخ، بحيث إيدي ما أقدر أمتها. فأسوي هاي الطريقة حتى أبقى محافظة على الكاونتر يبقى نظيف، لأن ما أقدر أنظفه بنات. إذا أريد أنظفه أطلع الطباخ خارج يعني مسافة حركة يلا أقدر أمد إيدي وأنظفه، ولا صفحة الطباخ من أنا أقدر أنظفها. شفت أنا يعني السيليفون اللي وين نزلته هنا، جبت 3 أمتار سيليفون. فقلت أحسن من هذا أبو الألف، اللفة أبو الألف ما يكفي، يعني نص الطباخ طالع منها ومنها طالع الطباخ، يعني هو حتى مو متر كامل. أبو الألف هاي الرولة اللي مخليها بكرتونة. فهنا جبت 3 أمتار سيليفون. نظفت الطباخ تنظيف مال أوادم من صدق من ذمة وضمير وحرقة أعصاب. وهنا بنات يجنن طلع عن العيون، عبالك يعني شي جديد، عبالك استوني مشتريته. شلون استوني مشتريته؟ إن شاء الله إذا حابات في يوم من الأيام قولوا لي حتى أنشر الطريقة اللي نظفت بيها هاي العيون، والجلافة الخاصة اللي استخدمتها جلافة ضيم. شوف البنات الله عليك، العيون رجع الصفر رغم هن كان سود، وخاصة هاي العين الكبيرة مو الوسط بنات، المنانة كانت العين لزق عليها نايلون يشيلون القوري مالت الشاي وحار، ولزقت البيزة أو الأوقة شو تسموها أنتم،
اللي يلزمون بيها الجدر أو هاي، فلزقت بالعين. إيش قد حاولت أنظفها، إيش قد حاولت، كل ما أنظف أحك شوية وما طلع وأسود بقى مكانها. بهالطريقة الجلافة هاي رهيبة، صح هي استخدام واحد الجلافة، يعني من أستخدمها مرة خلاص لازم أشيلها أشمرها. بس إن شاء الله في اليوم قل لي حتى إذا حابات أراويك الجلافة وأراويك الطريقة اللي محلول أو يعني السائل اللي استخدمته للطباخ حتى أسويه قدامكم وإن شاء الله. بس بنات شوفن الله عليك، شوف شلون طلع جديد، بحيث الصدق إذا قلت لهم أتوسلت بهم قلت لهم خاطر الله ما حد يطخ، خلوني أتهنى بيه يوم واحد أشوفه هيك مرتب وحلو. فمن يوصلوني من الطباخ أقول لهم أوفوا. حتى الشاي قلت لهم أوقفن فوق راسه، تشوف النفار رأسا نصل النار وأوقفن فوق راسه وشيلنها، أبد ما أريد قطرة توقع على الطباخ. رجاء خلوني أحس بطعم إنجازي، بطعم تعبي. من صدق بنات لأن تعبت يمكن شغل كان والله أكثر من ساعة ونص أنا بس أنظف بيه، يعني حملة سويت مو شي عادي. يعني بس العيون أنا على السنك واقفة وأجلف بيهن، صح مو ذاك التعب مثل كل مرة، بس والله طولت جلفت يعني مو سهل لأن كان العيون سود. فرجعته جديد يعني يفتح النفس من الصدق. واللي يقول لا عيون الطباخ مالتي ما يصير إشحالهن سود ما أعرف شنو، لا بنات والله بهاي الطريقة يرجع الطباخ جديد. هاي وحدة. 2 إنه صح هو ورا فترة يرجع العيون يتغير لونها، شوف الجمال. بس هو على التنظيف اليومي لا، وأنا يعني جوا إيدي الأم إذا بس الأم يبقى المكان أنا جاي أستخدم بس هاي العينين الكبار والكبيرة والصغيرة، والباقي قلت لهم لا تستخدمون عوفون يعني ما محتاجيهن. شوفن الجمال بنات، واللي حاب اللي خلطة أو الطريقة أو الجلافة اللي استخدمتها خليه يقول لي. وبالأخير أقول استودعتكم الله.